السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد مثل ما شفتوا بالعنوان. والله رهيتني ما رحت ولا عذبت حالي. خلينا أول شي نكسبكم بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كنت عم شوف الفيس فلقيت هذا الخبر، كانوا ناشرين إنه بدهم يعملوا مسابقة أكل، واللي بيربح بياخد جائزة، فحبيت أنا أشاركهم. بس أنا ما كنت بعرف إنه المسابقة لازم يكونوا أكل تركي مش أكل سوري، وهي كانت غلطتي. وأنا مثل العادة رحت أول شي جهزت هذا الأكل، عملت هدول اليبرقات، وكمان عملت فروج مشوي شويتها بالفرن وحطيتها على أمل إني أربح. لكن لما رحت على المسابقة عرفت إنه ما بدهم أكل تركي من التراث القديم، فأنا ما كنت بعرف، بس حبيت أشارك، بس مو مشان الهدية، كنت حابة أحط لمستي ويشوفوا هم كمان أكلنا السوري. هم على فكرة عجبهم كتير الأكل، بس شروط المسابقة ما بيقبلوا أكل، بدهم أكل من التراث القديم، وهذا الأكل يعتبر إنه من هذا التراث. هلا بدي أورجيكم لقطات من المسابقة. هلا هم هون خلص دوري، هم داقوا الأكل تبعي، هون الأتراك عم يوزعهم بينهم بين نفسهم، الكل عم يدوق. وهي لقطات من الأكلات اللي الشعب التركي عامله، طبعا جايبينه بالطناجر مشان ما يبرد، لأن المسابقة بلش الساعة 4 العصر. طبعا هم داقوا الأكل تبعي وكتير عجبهم، وعطوني علامة 20 من أصل 25، لأنه قالوا إنه هذا الأكل مو تركي وسوري، لهيك عطونا 20 بس، على مشان لأنه هذا مو أكل قديم، يعني من تراث تركيا. وأنا أبدا مو ندمانة إني رحت على المسابقة، وحتى لو أنا خسرت ما في مشكلة، لأنه أنا بحب أجرب كل شيء. حتى الإنسان ما بينجح إلا ما بيخسر، يعني الإنسان لازم دائما يجرب لحد ما يجي يوم وينجح. وأنا فرحانة كتير إنه هم كتير عجبهم الأكل السوري وداقوه وعجبهم، وحتى عطوني علامة إنه 20 من أصل 25، وهي علامة حلوة، يعني علامة هي كتير حلوة. وأنا كتير فرحانة، والأجواء كانت كتير حلوة مثل ما انكم شايفين بالحديقة، وشفت كل أصدقائي هناك، وكان يوم كتير حلو. حتى لو أنا خسرت ما في مشكلة. حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وتعليق مثلكم حلو إذا بدكم طبعا، وليكم جزيل الشكر. نهاركم سعيد يا رب.